من هو المسلم؟ المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده. ومن أغرب القصص التي مرت علينا هي قصة ذلك الشاعر الذي كان يعيش في قرية يؤذي أهلها بشعره، فمات وما زال أذاه عليهم موجودا. كيف آذاهم وهو ميت؟ أمر ابنه أن يحضر حجرا فنقش على الحجر بيتين من الشعر. عندما مات هذا الرجل جاء ابنه ووضع الحجر أمام قبره، فأصبح كل من يأتي إلى هذا القبر يتشاءم ويسب ويذهب. أتعلمون ماذا كتب على الحجر؟ كتب على الحجر: أيها الواقف عندي، اقرأ ما خط أمامك، ها هنا تثوي عظامي ليتها كانت عظامك. أعوذ بالله مما قال. عموما من أكثر الأمور التي تجنب الإنسان دخول النار هو أن يضمن ما بين شفتيه وهو لسانه، فإما بتلك الكلمة التي توقع صاحبها في النار 70 خريفا لا يحسب لها بالا، وتلك الكلمة التي ترفع صاحبها في الجنة 70 درجة وهي كلمة طيبة. لأجل ذلك دائما يجب أن نحرص على ألا نكون بذيئي اللسان. تخيل أنه في يوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى للمغتاب أن يأكل جيفة ميتة لأنه كان يغتاب الناس. إخواني، لا يدخل الجنة نمام. كل هذه الصفات من أين تخرج؟ من هذا. فهل تضمن هذا وتضمن لك الجنة؟ أخواني وأخواتي، أي مجلس فيه غيبة وأي مجلس فيه نميمة عليك أن تخشى منه، عليك أن تحذر منه. لماذا؟ لأننا خلقنا من أجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نعتبر بغيرنا من الكذابين المغتابين النمامين المنافقين. فلأجل ذلك يا صديقي علينا أن نكون صادقين فيما نقول، لا نغتاب أحدا، لا ننمم بين الناس، ولا ننافق بينهم أيضا. رحمنا الله وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يقول القول ويفعله. أراكم على خير. أنا مهند الفيصل، في أمان الله.